الشاب اللي صورته ظاهرة قدام حضراتكم دلوقتي ده اسمه علاء، عنده 21 سنة، شغال في شركة شحن. يوم كان رايح يوصل اوردر في كومباوند في الشيخ زايد. بعد ما وصل الاوردر بتاعه ونزل ركب المكنه وهو ماشي في السكه، اتفاجئ بسكوتر جاي عكس بسرعه جنونيه وقام جاي خابط فيه. اللي كان راكب السكوتر ده كان نجل الفنان احمد رزق عمر، شاب لسه عنده حوالي 15 سنه. المهم الاهالي خدوهم الاثنين ودوهم على المستشفى. المستشفى دي كانت خاصه. علاء كان اصاب بكسر في الجمجمه ونزيف طبعا، ده غير الاصابات اللي موجوده في جسمه. ونجد الفنان احمد رزق كان مصاب بكسر في دراعه. فالمستشفى قالت ان علاء لازم يعمل عمليه ضروري، والعمليه ب 88,000 جنيه. فاسره علاء قاموا جايين دافعين 55، والفنان احمد رزق كمل الباقي. بعدها حاله الشاب اتحسنت بنسبه 90%، وقال لهم ان هو مش هيسيب ابنهم لحد ما ربنا يتم شفاه على خير. ولكن بعدها لما الشاب حالته اتحسنت شويه طلب منهم انهم يتنازلوا عن المحضر. وبالفعل نظير طبعا مبلغ مالي. لما راحوا عشان يتنازلوا عن المحضر، النيابه قالت ما ينفعش، لازم علاء بنفسه هو اللي يجي يتنازل عن المحضر بعد ما ربنا يتم شفاه على خير. بعدها الفنان